السلام عليكم اخواني، اسعد الله مساءكم، اهلا وسهلا بكم جميعا. اخواني، لا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. طبعا اليوم في خبر كتير حلو ومفرح للاخوة السوريين، ويا ريت تتابعوا الفيديو للاخر مشان تعرفوا التطورات اللي صارت بسوريا الكام يوم. نتوكل على بركة الله. اخواني، طبعا بلشت السفارات حاليا، واليوم فتحت السفارات الاجنبيه والعربيه. طبعا سفاره قطر فتحت اليوم، والسفاره الفرنسيه والسفاره التركيه، واليوم بيرفعوا الاعلام السفارات بعاصمة دمشق بعد ما سكرت جميع السفارات بال 2012. طبعا ألف مبروك للأخوة السوريين، وألف مبروك للجيش الحر البطل، وألف مبروك للناس يلي طبعا صمدت بسوريا وخارج سوريا. وطبعا نتأمل إن شاء الله سنة جديدة يكون على سوريا الأمن والأمان والفرحة لكل السوريين طبعا. وراح تصير سوريا بإذن الله بإذن الله راح تصير بوابة أوروبا، بوابة العالم كلياتها، وراح يصير إن شاء الله فيها ضخ استثمارات عالية بإذن الله تعالى. ننتقل للخبر الثاني. الجيش الحر كلف هلا مجموعة من العناصر تبعهم التوجه إلى الساحل اللاذقية، طبعا مشان القبض على عصابات نظام الأسد السابق، لأنه حاليا نظام الأسد السابق ما زال متواجد وعم يسبب إشكالات كثيرة بسوريا، من السرقات، من القتل، من الإجرام يلي عم يصير طبعا بالساحل السوري باللاذقية. عم يصير سرقات كثير، تشليح سيارات كثير، بيفوتوا على البيوت طبعا بحجة انه هن الجيش الحر، وبدهم يفتشوا البيت. وطبعا صرح الجيش الحر انه نحن ما منفتش اي بيت حدا، وحجاري طبعا اي انسان جوات سوريا يفتح الباب ويقول انا بدي فتش البيت، انا من الجيش الحر. برد بقلكم تصريح من الجيش الحر انه ما في اي تفتيش للجيش الحر نهائيا لاي بيت سابق. طبعا التفتيش راح يجي اذن من نيابي، وحاليا حكومة ما في، لا تتشكل الحكومة السورية لشهر 3، ولا يصير نظام قانون جديد لحد ما كل واحد مثلا جهة امنية بدها تيجي تفتش بتفتش بإذن من نائب العام، غير هيك ما حد يفتح الباب لحد نهائيا. وحاليا طبعا انطلق الجيش الحر لملاحقة المجرمين يلي باللاذقية، يلي طبعا عم يفوتوا البيوت وبيسرقوا وبينهبوا وبيشلحوا سيارات العالم الموجودين بسوريا طبعا. ومنحذر الأخوة جميعا انه ما حد يفتح الباب لأي إنسان مين كان يكون. وهي طبعا الأخبار الموجودة حاليا، وراح وافيكم بالأخبار أول بأول بإذن الله تعالى. ويا ريت الاشتراك بالقناة مشان يوصلكم كل مفيد، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.